الحاجة فاطمة بتعيش في مدينة العاشر من رمضان بمصر، عمرها حوالي 60 سنة. كانت ربة منزل شاطرة جدا وبتخدم أسرتها المكونة من 7 أفراد، لكن السمنة بدأت تتسلل لها من حوالي 20 سنة وبقت مقيدة بالكامل، ووزنها وصل لأكثر من 350 كيلو جرام. الحاجة فاطمة مسجونة حاليا داخل جسمها بسبب السمنة المفرطة. من فترة لما وصل جسمها لل 200 كيلو قررت تعمل عملية لتكميم المعدة، وعاشت لحظات من السعادة بسبب ان وزنها بدأ ينقص. لكن الامل اتحول لكارثة، لان بعد 3 شهور من العملية اصيبت بنزيف خطير، وده اثر فشل العملية بالكامل، وبدأ جسمها يتضخم ويزيد بسرعة غريبة، وانتهى بقى المطاف بانها تكون سجينة لجسدها، لا قادرة تقوم تستحمى ولا قادرة تغير مكانها ولا قادرة تاكل وتشرب لوحدها. ده غير انها بتعاني من قرح الفراش ومضاعفات جسدية ونفسية زي الاكتئاب والعزلة التامة، وكل حياتها بتدور وهي بنفس الوضعية دي. كل اللي هي نفسها فيه ان هي تتحرك وتخدم نفسها بنفسها، وبتقول نفسي اسجد لله وانا واقفة زي زمان، فياريت لو حد متخصص يقدر يساعدها لوجه الله.